لأن احنا في معرض الزهور، والليله يا جماعه معرض الزهور دائما الزهور يا جماعه جذابه وحاجه جميله ورائعه جدا جدا. والزهور دي تجيب لنا حياه جميله جميله جدا. والحياه يا جماعه من الزهور بنجيب منها يا جماعه العطور. والليله نحن معطرين الليله عطره جميله رائعه جدا متميزه جدا مع واحده من اروع صانعين العطر الجميله الرائعه جميله نستنشق الحيوان العطور الجميله المتميزه الجميله ما شاء الله يا جماعه زي ما شايفين نحن في الكادر حاجه جميله جدا. والليله سعيدين نلتقي بالاستاذه الجميله الرائعه جدا فاطمه بين قوسين ام الطيب. حبابك مرحبتين حبابك. يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب. سعيده جدا بوجودكم وحضوركم معنا في معرض الزهور وفي حلقات ام الطيب. مرحبا بك ام الطيب. ودارين ما شاء الله شايفين هنا عدد كبير ما شاء الله من الفتايل يعني بارده عطور جميله. وانا الريحه اخذت جربتها ودخ ريحه سمحه والبخور يلوي ما شاء الله حياه جميله. قبال ما فيك يا اخري وريني كده وريني الحياه دي واحده واحده. والعطور يا جماعه نحن دائما عندها استخدامات كثيره. طيب عادي في البيت وفي البنايه، وعندنا طيب في البيت في مناسبات العريس الحياه الجميله والافراح. خلينا في الافراح بس ما داير نطلع من برا الافراح لانه الوفيات دي اكيد برضه بنستخدم في الارياح. لكن نحن بس دارين الليله نتكلم عن الجانب الفرايحي بالجو الجميل في معرض الزهور الفرايحي ده. ومرحبا بك يا فاطمه كده وكده وعرفينا حبه حبه عن حاجاتك دي بصوره سريعه كده. طيب نشوف. اول حاجه عندنا عطور الشاف. الشاف ده العطور العام. الشاف المعروف. عندنا بنقول العطور العام. نعم. الريحه العامه او البخور العام. نعم. ده عطر الشاف. عطر الشاف ده بنعمله في نار مثلا ونسوي السكر ونكب له حبه مويه ونكب البخور ونكب الريحه اللي احنا عايزينها او الخام اللي احنا عايزينه. ثاني عندنا بخور الصندل. الصندل المعروف. يلا ده بخور الصندل او بنقول له البخور الخاص. ايوه خاص جدا. ممكن يعني تعطر به الثياب، تعطر به شعرنا، تعطر به يعني كده يعني. في شعر؟ ولا خدتنا لما تمنا بندات ساي الناس ما مشكله. جميل يا جماعه. يلا ده بخور الصندل. الصندل عطر الصندل. عطر الصندل وغنى كثير جدا يا جماعه عن الصندل وجماله وروعته. في اغاني كثيره جدا وكلمات جميله جدا جدا. انا خايف يا جماعه انا هسه كده ماسك الفتيل ومستنشق الجو الجميل بنخلين الكبار ده ما شاء الله شامي ريحه سمحه شديد وريعه جدا جدا. ثالثا عندنا بخور العنفر. العنفر. بخور العنفر برضه بنفس الطريقه حقت الشاف. اذا عايزين نعمله مبشور نفس ما انت شايف هنا بنبشره، او عايزين نعمله اعواد بنخليه اعواد ونعطره بالريحه اللي احنا عايزينها. نعم. فانا بعمله مبشور عشان يمتص لي الريحه لحد ما يخلص العنفر يكون ريحته زي ما هي. عرفتها؟ جميل والله. نعم. ثانيا عندنا هنا الريحه السودانيه المعروفه. عندنا ريحه المسك اللي هي المسك. دي الضفرة. عندنا ثاني الصندل. الصندل. بعد ذاك انا عاملاها بطريقه مختلفه ما بنفس الطريقه المعروفه يعني. ايوه ده سر طبعا سر مهنه نحن بنشوفه للناس واكيد يعني في تفاصيل جميله. الهدف من تغيير الريحه من الريحه المألوفه. يعني مثلا عندنا احنا السودانيين الوحده ما ممكن تتريح بريحه خمره مثلا تطلع بيها. نعم بتكون شاذة في الشارع. ايوه فانا عامله بطريقه مختلفه عاملاها بعطور فرنسيه. كمثلا الوحده لو عايزه تتعطر وتطلع عادي ما فيها حاجه. ما بتكون شاذة زي خمرتنا زي المعروفه. اكيد والله يا جماعه نحن يعني النساء السودانيين دائما متميزات جدا جدا في كل الحياه في تفاصيلنا. والله عندنا يعني في من حيث العطور والتفاصيل الجميله رائعه جدا. ما نقدر نخوض فيها جوا كثير لكن دايرين نتعرف شويه ثاني لسه شايفين. عندنا ده تسالي ولا شنو؟ ده بخور اسمه شنو؟ بخور تيمان. او بقول له البخور المسبع. نعم. ايوه ده بخور التيمان هو للجبنه مثلا او مثلا الصباحيه كده مع الشاي ممكن نستخدمه. الجبنه والشاي. ايوه. وعن قريب هباب. يعني إرث ثقافي يا جماعه دي كلها ثقافات سودانيه. يعني الحياه دي دائما اهلنا في الريف وفي حياتنا وفي قعداتنا جبنه مع العطور. اكيد. مع البخور بيلوي. الجبنه بيكون عندها كيف وطعم ثاني ومتميز جدا. ودي عاداتنا السودانيه يا جماعه في حياتنا الجميله ورثنا الثقافي الجميل الرائع.
وشايف في فتايل صغار هنا يلا دي عندنا ده مسك طهارة، مسك الطهارة. وعندنا هنا دي خامات مختلفة من الخامات العطرية الفرنسية. يعني مثلا عندنا زي موشن، فرزاتشي، بلاك اوبيوم، ثم دبي الى الاخر. والله ربطانه انجليزي. عشان لقيتني مسكين ما تذكرين انجليزي كثير كده ما مشكله. عندنا دي المخمريه. دي مخمريه بريحه الفراوله. يا سلام. في معلقه واحده اكل عادي يعني؟ ولا متاكد ريحه بس يعني. يلا دي مخمريه حقت جسم. مخمريه ممكن الواحده تستخدمها لما تسيح بها جسمها، تكون اليوم كله ريحتها فراوله. بتكون جذابه جدا جدا جدا، بتخليك تكون في عالم ثاني. اكيد اكيد. ولسه في حاجه ثانيه فطومه يا فوفو. طيب عندنا دي مخمريه عاملاها انا من عطور زيتيه. ممكن يستخدموها الرجال والنسوان الاثنين في مكان واحد. عباره بس عن عطور زيتيه، مجموعه من العطور الزيتيه. زايت مسك ملخبطاهم مع بعض كده، الواحد ممكن يشيله وحاجه بسيطه بتكفوه اليوم كله. والله شكرا جزيلا. ده شنو الاسود ده يا فاطمه؟ ليه ما وريتيني؟ طيب ده الفحم الحراري. الفحم المضغوط. فحم؟ تولع بالنار ولا شنو؟ تولع بالنار للبخور. للبخور يعني. صوت ثاني. يلا بيدوم على الاقل 3 ساعات. يلا الهدف منه شنو؟ انه الفحم ده بتولع بالزينات. يعني عادي ممكن نولع بالزينات، يعني بدل انه احنا نجيب ورق او اكياس او حاجه زي دي نولع بيها وكده. خفيف وسريع سريع شديد الاشتعال بدون فترات اطول. عرفتها؟ ايوه. ده المبخر. ده صوره جميله. المبخر ده المبخر ناخد فوقه يا هو الفحم، ناخد فوقه البخور نستخدمه. يا جماعه مبخر حديث جدا جدا. شفتوا الروعه والجمال الحياه بتاعت التفاصيل. الصناعة السودانية تقريبا مش؟ لا صناعة مصرية. ايوه مصرية. ما تقول السودانية سودانية. لا ما سودانية، ده برضه سوداننا يا جماعة. السوداني. ده السوداني. نحن وحياتنا بنفتخر بها دائما، واسمح طبعا احسن من المصرية. نحن متأكدين تماما. وصناعاتنا وحاجاتنا دي يا جماعة بالمناسبة. يلا يا جماعة قبل ما نختم الحلقة انه دارين نوريكم انه يا جماعة والله العظيم المرأة السودانية هي دائما متميزة واحسن من نساء العالم كلهم. ليه؟ بنظافتها، بثقافتها، بجمالها. ودائما يا جماعه نحن في العروس لما العروس السودانيه بتكون مفترقه تماما عن باقي هناك. احنا مميزين بعطورنا السودانيه، بعطورنا، بعاداتنا. عندنا حياه تفاصيل ما قدرنا ناخذ فيها تفاصيل جميله ورائعه جدا جدا. ما ناس زي ناس السليقه زي ما بيقولوا. وشكرا جزيلا على هذه الكلمات الجميله واللي عرفتنا بالعطور السمحه والجميله. الحمد لله يا جماعه زي ما بقدر اقول لكم نحن جينا معفنين وحالتنا بالبلاء، لكن الحمد لله هسه تعطرنا وريحتنا دي السمحه. هو المكان معطر جميل ورائع جدا جدا جدا. واستمتعنا كثير مع الاستاذه الجميله الزوله الراقيه جدا فاطمه. وزي ما بيقولوا في البدايه كانت فاطمه وبعدها جاءت الاشياء وبعد 1000 عام أتت النساء. ولك التحية والتقدير. شكرا جزيلا. ونحن جينا لكم كوميديا سعيدين الليلة اللي نحن نكون معي في معيتنا في الاستضافة البسيطة وكلامنا الدارج المورجل ده، لكن برضو استمتعنا بكلامك الجميل والحياة الرائعة جدا جدا. شكرا لك يا فاطمة. يديك العافية إن شاء الله. كنا في قمة الروعة معك. تسلم كثير. وقول للناس كلهم بالنسوان ديل أبقوا على 10. أكيد على حاجتنا 10 شديد على العطور والبخور والخمر وكل شيء جميل. وأبقوا 10 على بيوتكم. أيوة أهم حاجة. وعلى أولادكم. أبو محمد دي صحيح ولا صحيح خلاص؟ أنا أم الطيب. أم الطيب. أيوة صحيح ولا ما مشكلة. تحية لك أم الطيب. والله بس صراحة يعني دي حاجاتنا ودي رسالة الثقافة ونحن بنفتخر بها ونعتز بها كثير على حياتنا دي. وبنقول للناس ابقوا 10 على حياتنا دي وحياتنا وثقافاتنا وحياتنا دي، وما تكتروا الشغله كثير المهور والكلام الفارغ اللي عند سوفي ودارين وده كله. خليكم بسيطين وحاجاتنا اليدويه دي وعطورنا السمحه البسيطه دي
ايه بيعملوا لها سelection جميل. واي زول دار تعرف السر الخلطه وسر الحاجات دي تيجي لفطومه ما في اي توريها المشكله ان شاء الله وتوريها الحياه الجميله ان شاء الله. بنقول لكم شكرا جزيلا، ابقوا في امان الله. شكرا جزيلا. الله يخليك يا رب. شكرا يا فطومه، استمتعنا معك كثير.